ازاي اخليه يرجع بعد ما عملت له بلوك؟ انا اسراء عثمان، استشاريه علاقات زوجيه، واللي عايز يبعت لي استفسارات يبعت على الانستجرام. خليني اتفق معاكي ان البلوك تنسيه من حياتك بعد كده. مادام باقيه على شخص معين يبقى البلوك هيبعدك تماما عن الشخص ده، لان انت لو فكتيه بعد يوم ولا يومين هتنزلي في نظره، وبالتالي انت بتخسري الشخص لانك بتخسري مقامك، ومقامك هو اللي بيخليه يموت عليكي ويحبك. يبقى ما تعمليش كده تاني. طيب خلاص، انت عملتي كده، دلوقتي اعمل ايه؟ 3 خطوات وان شاء الله ينجحوا. رقم 1، تختفي، تبعدي. خلاص انت عملتي بلوك، اقل حاجه شهر، لازم تكوني قادره تبعدي شهر. ابعدي تماما شهر ولا كانه شافك ولا كانك موجوده نهائي. خلال بقى ما بعد الشهر ده اسبوع او اسبوعين تبتدي ان انت تخليه يشوفك كانه مثلا على السوشيال ميديا، تبداي تنزلي حاجات. انت خلال الشهر ده مختفيه على السوشيال ميديا، تبداي تنزلي حاجات لو هو عندك على السوشيال ميديا تانية، او لو في حد مشترك مثلا ممكن يشوف صورتك عنده، او تروحي مكان انت عارفه ان هو ممكن يتواجد فيه وتعملي عبيطه جدا ولا كانك كنت موجوده، ولما تشوفيه تسلمي عليه وازيك واخبارك ايه وبتاع، لونج تايم ما شفتكش. تمام. طيب انا ما عرفتش اعمل كده، يبقى نتنقل على الخطوه اللي بعدها، اني انا احاول اتحركش فيه. ازاي؟ يحط ستوري يعمل له لايك، يكون عند واحده صاحبتي مثلا هو وهي في صوره اعمل له لايك. طيب ما عرفتش اعمل كده، يبقى ما قدامكيش بقى غير الخطوه الثالثه النووي. هتعملي ايه بقى بعد شهر، شهر ونص طبعا، لان انت بداتي تعملي محاولات وما جابتش نتيجه؟ طيب يبقى اخر حاجه انا هعملها اني انا هبعت له كلمه واحده او جمله واحده. يعني لو علاقتك بيه تسمح ممكن تبعتي له تقولي له اي ميس يو او وحشتني، ده بعد فتره. هو هنا لو هو بيحبك فعلا وعنده مشاعر تجاهك فهيتاثر بالكلمه دي قوي، وبالتالي هيتكلم معاكي وممكن يحصل بينكم عتاب بقى. طيب الحاجه الثانيه، لو علاقه لا تسمح هتبعتي له مثلا مقطع من فيلم انتوا الاثنين كنتوا بتتفرجوا عليه، وتقولي له ايه، شفت الفيلم النهارده ففكرني بيك. او مثلا اغنيه كنت بتسمعيها، بعتي له لقطه كده، سمعت الاغنيه دي النهارده ففكرتني بيك. صوره قديمه، شفت الصوره دي كانت في المكان الفلاني كنت لسه فيه اول امبارح وافتكرتك. حاجات من هذا القبيل. لو هو بيحبك يا بنت الحلال وباقي عليكي، صدقيني هيتخذها فرصه